قلعة سوكرة الأثرية. تقع قلعة سوكرة في مدينة الحاسكة، وهي واحدة من المعالم التاريخية الهامة في المنطقة. تعود أصول القلعة إلى العصور الوسطى، حيث كانت تستخدم كمركز دفاعي وإداري في المنطقة. تتميز قلعة سوكرة ببنيتها القوية والمتينة، حيث يتكون جدرانها من الحجارة والطين المجفف. تم تصميمها بطريقة استراتيجية لتوفير الحماية والدفاع عن المدينة. تتكون القلعة من عدة أبراج وأسوار تحيط بها، مما يجعلها موقعاً صعب الاختراق. القلعة وجهة سياحية شهيرة في المدينة، حيث يأتي الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف تاريخها وجمالها. يمكن للزوار التجول في باحات القلعة والتمتع بالمناظر الخلابة للمدينة والمناطق المحيطة بها. تقدم أيضاً فرصة للزوار للاستمتاع بالفعاليات الثقافية والفنية المقامة في الموقع. يتم تنظيم حفلات الموسيقى والمعارض الفنية والفعاليات الترفيهية الأخرى في القلعة، مما يجعل الزيارة أكثر إثارة وتجربة ثقافية ممتعة. بالإضافة إلى قيمتها التاريخية والثقافية، تعتبر القلعة أيضاً مكاناً هاماً للبحوث الأثرية والدراسات التاريخية. يقوم العديد من الباحثين والعلماء بزيارتها لدراسة الهندسة المعمارية والتاريخ العسكري للمنطقة. باختصار، تعد القلعة في مدينة الحساكة واحدة من المعالم التاريخية البارزة في المنطقة.